هناك فئة خبيثة طردت السوريين وسلمت السوريين، ولكن في نفس الوقت لا بد من الله عز وجل أن يأتي بأمل لهذا الشعب، فهيأ شعب طرابلس قلعة المسلمين، أولئك الرجال الذين لا يخافون في الله لومة لائم، وقد سمعت منهم تلك المنشورات الذين نشروها وعلى رأسهم. لكن قبل هذا أقول تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأتوجه باسمي واسمكم جميعا وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوجه بالشكر الجزيل لأهل الإسلام في طرابلس الذين أثبتوا أن محمدا ما مات ولا خلف بنات، بل خلف أبرارا أطهارا لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. تحية من إدلب الخضراء إلى طرابلس الإسلام في لبنان. تحية من إدلب الخضراء أرض الجهاد وأرض المجاهدين إلى قلعة الإسلام طرابلس في لبنان. وأنا لا أنسى أن أحيي شخصا خرج على التلفاز وقال هذه الكلمات، قال: إن أرادوا إخراج السوريين أهل الإسلام من طرابلس يجب عليهم أن يمروا على جثث أهل طرابلس. أحيي ذاك الرجل سعد المصري وأذكره نعم بالاسم. أحيي علماء المسلمين في طرابلس، أحيي كل أهلنا في طرابلس، وأبشركم أن اليوم سيخرجون بمظاهرة كبيرة في ساحات طرابلس نصرة للشعب السوري ومنعا من ترحيله وتسليمه للنظام النصيري. فجزاكم يا أهل طرابلس، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. فهذه ليست بجديدة عليكم، فأنتم في الزمان القريب